الخير يا باشا، صباح الخير. صباح النور يا سيد، ايه الاخبار؟ كله زي الفل بنفسك يا باشا. من يوم ما سيادتك اتنقلت للقسم هنا والمنطقة ماشية زي الساعة. ماشية زي الساعة؟ نعم يا اخويا، منطقة ايه اللي ماشية زي الساعة؟ دي الحارة اللي انت ساكن فيها لوحدها مليانة مخدرات وضريبة حقن. ده اول ما نزل الاستروكس مصر نزل فيها. وبعدين انت مرشد ولا مراسل صحفي؟ مرشد يا باشا، مرشد وتحت امر سيادتك. خلاص ما تجيش مكتبي هنا بايدك فاضيه تاني، مفهوم؟ ما تدخلش عليا المكتب تاني اللي معاك اخبار عن تاجر، بلاغ عن وكر تعاطي، كلابين. يا باشا هيحصل. سيادتك بس لسه جديد هنا وما تعرفنيش. لا عارفك كويس، سمعت عنك من الضابط اللي قبلي. انت مسمينك سيد الشيطان وتبيع اخوك بورقه ب100. لا مش للدرجه دي يا باشا. ب1000 جنيه كويس. يا باشا انا خلصني يا شيطان. انت كنت داخل مكتبي ليه على الصبح؟ جاي طمعان في كرم سيادتك تزق لنا البت مروه بنت ناديه يا مراتي في اي وظيفه هنا في الاسم. البت معاها دبلون تجاره يا باشا. نشوف لها مكان في السكرتاريه ولا في السجلات. بس انت عارف ان مفيش تعيينات. خلاص هشغلها لك بعد. عادي يا باشا، يا باشا كلمه سعادتك كفايه. ربنا يخليك لينا. غير الاسم تشغل فيه البت يا سيد؟ انت اتجننت يا راجل؟ وماله الاسم، انت طوله. وهي ذنبها ايه كل يوم والتاني تشوف لي مجرمين وقتالين قتله وناس فاتحين بعض؟ ما تخيبيش يا نادية. مروة بنتك لما تتعين في الاسم هيبقى لنا ظهر هناك. ما كفايه علينا انت يا اخويا. يا ما نفسي اغمض عينيا وافتحها الاقيك سبت الشغلانه اللي مكرهه فينا وفي كل الناس دي. انت عارفه معناته ايه ان اسيبها؟ ارجع السجن تاني. هي كده، ما دام اختاروني اكون مرشد، فاذا ما كنتش معاهم يحسبوني عليهم وهاتك بهدله. وبعدين انا عاوز اشغل بنتك مروه بسرعه قبل ما تقع في غرام المخفي اللي اسمه حنس. ولا انت عاجبك تتعلق بتاجر مخدرات؟ الله لا يقدر يا اخويا، مش كفايه امها؟ الله ما تبنى. طب ما حنس كمان اهو يا اخويا، تاب واستقاب واتعلم صنعه وبيكسب دلوقتي من عرق جبينه. قال له هو يا اخويا رفض انه يبقى مرشد. الكلام خلص يا ناديه، وما تطلعيش عفاريتي تقلب لك عالي البيت وطيه. يلا قومي فزي ولعي لي فحمتين وحصليني بيهم على السطوح على ما اجهز القعده. وعلينا يا رب. اتأخرت عليا كده ليه يا حنس؟ معلش بقى مروة، اصل كنت بشطب جهاز عروسة. عقبال جهازنا بقى ان شاء الله كده يا قمر. يا رب يا رب يا حنس يا رب، بس بشرط انت اللي تدهنه بايدك. ما تعمليش بقى فيها عريس وتسيبه لغيرك يدهنه. الله العظيم، يعني كمان عايزاني وانا عريس ابقى استرج كمان يا مروة؟ ايوه، علشان اجيلك الورشة اعمل عليك زبونة واقول لك اهده يا قصة. الله اللون ده مش عاجبني والوش ده ما تمعجنش كويس، وخف ايدك بقى شوية علشان ميعاد الفرح. ماشي يا زبونة، بس اوعي تنصبي عليا في بقية الحساب. ما تخافش. نفسي يا حمص، نفسي كده اغمض عيني وافتح الاقي اليوم ده جه. هانت يا مروة حبيبتي هانت. بص بقى، الجمعية اللي انا داخلها خلاص فاضل لها 3 شهور بس واقبضها ونديها جواز على طول. ادعي بس ربنا يبعد عننا الراجل السوي ده جوز امك اللي اسمه السيد شيطان. يا ساتر، عمري ما كرهت حد قد الراجل ده. اعوذ بالله، يعني امك ما كانتش لاقيه في الدنيا كلها غير الراجل ده وتتجوزه؟ اهو منه لله بقى، دخل عليها على انه مخبر في الداخليه، امي على نياتها برضك، وكنت انا صغيره في ايديها، قالت نتلم في كنف راجل محترم. دي احلى نكته اتقالت الليله فعلا. عارفين ليه يا رجاله؟ عشان جريئه.
ايه بقى رايكم في قعدة المزاج دي فوق السطوح؟ بصراحة عنب، والتراوة عاملة معانا أحلى واجب. ده بس عشان خاطر المعلم مدبولي مشرفني الليلة. عاش أبو السيد عاش. بصراحة أنت عندك سطوح إن شاء الله ما تعدمه. انت اللي لابس خاتم هيطلع من عيني وان شاء الله تعدمه. والله لو ما كانش بتاع المرحوم المعلم الكبير ابويا ما كنت عزيته عليك. اسمع سيد، نتكلم في الشغل بقى. طمني، الصنف الجديد عامل معاك ايه؟ ما شاء الله، الصنف ده طيار، مسافة ما استلمته منك بخ الكمية كلها اتوزعت. وقفشت منه كويس؟ لا لسه. يعني ايه لسه يا سيد؟ ده انا كنت فاكرك هتدفع لي الليلة. طب ما انا برضو بصرف يا معلم مدبولي عشان افضي الملعب للفراودة الفنجرية اللي زيك يجيبوا جوان براحتهم. لا مش فاهمها دي يا سادستان. اوعى تكون قصدك ان البضاعة اللي خدتها مني هتحسبها مقابل انك ما تبلغش عني. تحرم عليا الجوزة والانفاس معاك يا اخويا، لو كنت اقصد كده. انما الضابط الجديد شادد حيله، واذا ما كنتش كل يوم والتاني اجيب له قضية يتزرزر ويهدد. وانت كلك نظر يا معلم. يعني لو انا مثلا في يوم حوشت عنك الصنف تبلغ عني يا سيد شطان؟ لا ازعل. وعلى ايه تزعلني وزعلك يا عمينا؟ ما الجو براحة اهو وبتندع وحلاوة. ما تشيلني وشيلك يا عم. الله، وقفت منطوط كده ليه؟ انا ما كنتش عاوز اعاملك من الاول، الكل حذرني من سمك وخيانتك يا سيد، بس انا قلت احنا ولاد كار وكنا في يوم زمايل زنزانة واحدة، لكن ما دمت عاوز تلعبها تاجر ومرشد انا موافق، بس انا قرش غالي عليا، والعلمك يا سيد انا جنيهي يساوي رقبتك. فاهم يا سيد يا شطان؟ فاهم؟ الفيلم اللي عملته ده ما هز الشعر مني يا مدبولي. اخد منك بضاعة تاني وتالت ورابع. الله، هي الناس جرالها ايه يا جدعان؟ الله، ما حدش بيراعي ضميره ليه؟ هشرب من دمك، هعمل لك عمل السلاح هيطول. جواز من الزفت اللي اسمه حنس انسي. مفيش يا اخويا مفيش. سيبها بقى، السلاح هيغز رقبتها. الحقونا يا ناس، يا لهوي الراجل هيموت البنت مني. يا لهوي استنى اللي عمال الحقونا. الله، ايه ده؟ الله، تكسر الباب. الله، انت بتكسر بابي انا، باب سيد شيطان يا صايع يا ضايع. يا اخويا البنت هتضيع في ايه؟ مش عيب ترفع المطوة على ست يا شطان؟ ماشي يا حبيبي، الغلط مردود يا وحش. اديني برفعها على راجل اهو. ايه ده؟ انت بتعورني في دراعي؟ وادي في رقبتك. الشيطان ابعد المطوة، انا مش عايز اكبر الموضوع. هخلص عليك ومش هاخد فيك ساعة واحدة سجن. انت اللي معتدي عليا وبيتي اهو. انا بدافع عن نفسي وعن بيتي. سيبه مفيش جواز، بس اقصر الشر واقبل المنطقة. ابو كده يا سيد، كفاية يا اخويا، فرضت علينا الناس كلها. نجدوك الحريم من ايدي يا وحش. يلا اخويا
يلا غور وياك تخليني اشوف وشك تاني واعمل حسابك. حط السطوح لازماني، لم كراكيبك واخلع من المنطقة كلها. انت اللي هتخلع، بس على ظهرك يا سيد اشطان وهتشوف. النفس الطويل ده يا بسيط، بطل العالم في الأنفاس. كان نفسي يكون حد من الحبايب معايا الليلة دي هنا بالسطوح ويشوف الشدة دي ويزعق على الهوا. ده مين اللي جاي ده؟ مين اللي طالع على السلم؟ أنا انتوا مين؟ لا انت مين؟ لا انت. ايه ده؟ ليه البنية الغبية دي؟ يا الله، ده انا اتعورت. انا ودخت ايه ده؟ ايه كده؟ لا. سيد الشيطان سقط من فوق السطوح للشارع ومات على الفور. بص كده يا شريف، ملاحظ الاحمرار اللي في عينيه؟ ايوه يا فندم، واضح انه كان في جلسة شرب مخدرات. سيادتك قرب منه كده وشيب من هدومه. فعلا ريحة الدخان لا زالت علقة في الجثة زي ما توقعنا. كل شيء في السطوح هنا بيأكد ان القتيل كان في عادة شرب المخدرات، ويبدو ان حصلت مشادة بينه وبين حد كان معاه. ده واضح فعلا يا فندم من الفوضى اللي في المكان. تعرفي مين اللي كان سهران مع المرحوم سيد جوزك يا ست نادية؟ الليلة دي كان لوحده في السطوح يا سعادة الباشا. عاوزة تقولي يعني ان محدش دفعه من فوق، وان هو كان يعني مثلا يعني من كتر الشرب فقد توازنه وسقط؟ العلم عند الله يا باشا، انا بابي كان مقفول عليا انا وبنتي، واللي اعرفه قلته. مروة، ما سمعتوش صوت رجلين طالعة على السلم للسطوح؟ لا يا باشا، باب الشقة كان مقفول عليا انا وامي. بس قبل الحادثة كده بشوية يعني تهيألي اني سمعت رجلين بتتسحب على السلم، بس مش متأكدة يعني. طب وليه ما حاولتيش تعرفي مين صاحبها؟ وحاول ليه؟ الله يرحمه ويسامحه بقى، ما كانش بيعرف الا المجرمين. طيب تتهمي حد بقتله يا مروة؟ يوه يا باشا، هتهم مين ولا مين؟ مش حد في المنطقة ما كانش يتمنى قتله، ده حتى معانا احنا اهل بيته كان عامل عداوات. تقصدي انتي والدتك؟ ايوه يا باشا، وحنس كمان، حنس خطيبي. ايوه يا باشا، احنا كنا خلاص هنتجوز انا ومروه لولا وجود سيد، مش كده؟ انا عارف سيادتك بتلمح ليا سعادة الباشا. يا باشا انا صحيح كنت شقي زمان، تجارة صنف وتوزيع وتعاطي، لكن خلاص الحمد لله انا خدت جزاتي وتبت والحمد لله. ثم انا يا باشا ماليش في الدم، حتى في الخناقه يا باشا بكون حريص قوي ان انا ما غوطش بالسلاح. بس وجوده كان هيحرمك من الجواز من مروه حبيبتك، مش كده؟ برضه يا باشا يعني ما كنتش محتاج ان انا اقتله. لعلم سيادتك بقى انا ومروه كنا متفقين نهرب سوا اول ما الجرح اللي في ايدي يخف. الجرح اللي هو عمله لك في الخناقه الاخيره في شقته. ايوه يا سعاده الباشا، الله يسامحه بقى. ازاي يا حنس تبقى ساكن في السطوح وما تحسش باللي جرى لسيد؟ انا كنت في العياده يا باشا بغير على الجرح لا مؤاخذه. الاتنين اللي كانوا متعودين يسهروا ويشربوا معاكم انت وسيد شهدوا عليك يا مدبولي. وهيشهدوا عليا بيه يا باشا، ده انا ما كنتش معاهم الليله دي، وحتى بقالي كام ليله ما شفتهمش. شهدوا بانك اخر مره اتخانقت معاه وهددته وقلت له بالظبط كده،
جنيه قصاد رقبتك. والكلام بيني وبينه على فلوس لازمته ايه يا باشا؟ انا ما فيش بيني وبين المرحوم اي معامله، انا راجل تاجر فاكهه كبير، وهو ما كلوش في التجاره يا باشا. فاكهه ولا مخدرات يا مدبولي؟ وخصوصا الاستروكس. ستروكس؟ نوع فاكهه جديده يا باشا ولا ايه؟ تقرير الطب الشرعي يا فندم بيأكد ان الوفاة حدثت نتيجة ارتطام الجثة بالارض من مكان مرتفع. ده الواقع يا شريف، بس هل يا ترى التقرير بيلمح بوجود دفع للجثة من اعلى ولا سقوط تلقائي؟ التقرير بيقطع ان كان في دفع يا فندم. اذا احنا قدام جريمة قتل. بالظبط كده يا فندم. ده كمان بيأكدوا الجرح اللي في خد القتيل. مش برضو سيادتك لاحظته؟ ايوه، زي ما تكون نغزة من اثر ضربة بشيء له سن معدني او ما شابه. اتصور انها حدثت اثناء المشادة. واضح ان المجني عليه والجاني اتبادلوا اللكمات. ده بالظبط اللي حصل قبل دفع القتيل من اعلى. ودلوقتي ومن خلال ملاحظتي للمتهمين، وهم بالمناسبة كل اللي كانوا حوالين القتيل في ايامه الاخيرة، ومن خلال كمان اللي ورد في تقرير الطب الشرعي، اقدر اقول لك اني عرفت الجاني وحالا هنقبض عليه. مين فيهم يا فندم؟ الزوجة نادية ولا بنتها مروة ولا حنس الجار ولا مدبولي تاجر الفاكهة المزيف؟ الجاني هو. نلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. اتفضل يا معلم مدبولي، الخاتم بتاعك اهو، وشكرا لتعاونك معانا. لا شكر على واجب يا باشا، بس اقدر اعرف سيادتك طلبت مني الخاتم بتاعي ليه؟ حضرتك مرضتش تقول لي في الاول. مادام بترجحهولي ممكن تفهمني دلوقتي؟ لازم افهمك يا مدبولي عشان تعرف انا ليه قبضت عليك بتهمة قتل سيد بدفعه من فوق السطوح. طب وانا هقتله ليه لا مؤاخذة؟ احنا حتى كنا صحاب قوي، ومفيش بينا غير كل خير. قصدك كله مخدرات وتجارة ممنوعات يا مدبولي؟ يا باشا انا تاجر فاكهة وعمري. مدبولي، قبل ما تعيد عليا الاسطوانة دي تاني احب اقول لك ان الاتنين اللي كانوا سهرانين معاك انت والمرحوم سيد من ايام شهدوا بكل اللي دار بينك وبينه. شهدوا بايه؟ اللي هو ايه ده يا باشا؟ الخلاف اللي كان بينكم لما اكتشفت انه ابتزك ومش ناوي يدفع لك تمن البضاعة اللي خدها منك وحولها لإتاوة نظير حمايتك. كده الألم يقر بكل حاجة. اخص على الرجالة، ده ما كانش عيش وحشيش ده. بالظبط كده، هم خانوا العيش والحشيش عشان يشتروا روحهم وينقذوها من التورط في اي اتهام بالتستر على الجاني. متهيألي دلوقتي مش هتسألني احنا اتهمناك انت ليه. أسألك دخل الخاتم ايه في الموضوع ده يا باشا؟ كان لازم الطب الشرعي يقول كلمته النهائية بعد ما يضاهيه بالجرح اللي في خد القتيل. ايه جرح؟ ايوه، البوكس اللي انت فاجئته بيها وهو اساسا بيترنح من الشرب. ايه ده؟ وده ضمن لك عدم مقاومته ليك وانت بترفعه بسرعة وبتدفعه من فوق السور، ونزلت تجري يا مدبولي على السلالم قبل ما اي حد يفتح بابه. وتحت في الشارع كانت الناس ملمومة حوالين الجثة، اندسيت بينهم وابتديت تقوم بدور الصديق اللي اتفاجئ بموت صديقه. وبعدها بس كفاية يا باشا، كفاية. وفر على سعادتك يا باشا. ملعون ابو اليوم اللي لبست فيه الخاتم بتاع ابويا. خده يا شريف وكمل اجراءاتك.